الرباط بنيت عام 1150، بنوها الموحدين أهل الجزائر اللي انطلقوا من تلمسان. 1150 بنوا تلك المدينة. إذا الرباط كل شيء رباطي يجب أن يرجع إلى الجزائر. انتهينا من الرباط، نذهب مباشرة إلى وجدة. وجدة بناها الزيريين في 994، بناها عطية بن زيري. إذا كل شيء أصيل من وجدة إن كان أصيل يجب أن يرجع إلى الجزائر. بركان بناها محمد سيدي أبركان، جزائري، ومدفون في جبل الرشيد الآن في الجزائر، هو مدفون في جبل الرشيد في الجزائر. إذا كل شيء بركاني أصيل يجب أن يرجع إلى الجزائر. أنا عايل في كلامي. طيب أنا هاي مصادري، يعطوني مصادر أخرى وأنا مستعد أناقشهم، ما عندي مشكلة. أنا أقول 70% من مدن المغرب بنوها الجزائريين. إن كان مغربي أصيل يجب أن يرجع إلى الجزائر. إن كان مغربي أصيل من الرباط يجب أن يرجع إلى الجزائر. إن كان مغربي أصيل من بركان يجب أن يرجع إلى الجزائر. إن كان مغربي أصيل من وجدة يجب أن يرجع إلى الجزائر. تلك المدن الثلاث بنوها الجزائريين في المغرب، وهاي أكبر المدن اللي موجودة الآن في المغرب. نذهب إلى فاس.